بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هقول لك على الترددات والقنوات اللي هي هتذيع مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بكرة إن شاء الله. تابع معايا وركز معايا في اللي أنا أقوله لك. بالنسبة للقنوات اللي هتذيع، أول قنوات مضمونة إن هي هتذيع قنوات اس سي اللي هي موجودة على النايل سات والتردد بتاعها 12523. الاستقطاب عمودي يعني في معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6. بالنسبة للقمر عرب سات التردد 12382. الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500. بالنسبة للقنوات اس سي السعودية اللي هي على القمر عرب سات، ودي أضمن حاجة إنك أنت تشوفها على القمر عرب سات. والعرب سات أنت ممكن تستقبله بطبق 60 سنتي أو 70 سنتي كمان، هيجي معاك سهل لأن التردد شديد، فهيجي معاك على طبق 70 سنتي. اكتب التردد بقى معايا، هما ترددين اتنين خليك فيهم، دول مضمونين. التردد الاولاني 12418. الاستقطاب افقي يعني اتش معدل الترميز 27500. يبقى التردد الاولاني 12418. الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500. التردد الثاني 12381. اتش 12381 اتش. ده بالنسبة لقمر العرب سات. هقول لك برضو على اقمار تانية هتذيع برضو المباراة ان شاء الله. في قناة المغربية الرياضية، وديت التردد بتاعها 11157، ودي على النايل سات، بس دي طبعا للجماعة المغاربة بس، يعني مش هتقدر تستقبلها هنا في مصر، فسيبك منها دي. في القمر آموس اللي هو موجود جنب النايل سات، القمر آموس التردد 10972. الاستقطاب عمودي ومعدل الترميز 30000. يبقى التردد 10972 عمودي على 30000. ده بالنسبة لقمر آموس. في برضه قمر آموس برضه في التردد التاني اللي هو 11030 عمودي معدل الترميز 27500. بالنسبة للقمر الأوروبي في معانا ترددين ثلاث ترددات على القمر الأوروبي، ودول هيذيعوا برضه الماتش إن شاء الله. التردد الأولاني 11449 أفقي معدل الترميز 27500. التردد الثاني 11432 عمودي معدل الترميز 29900. التردد الثالث 10892 أفقي معدل الترميز 27500. بالنسبة للقمر أسرة في تردد واحد، وده مضمون برضو ان هو هيجيب الماتش
اللي هو 11244 11244 افقي. معدل الترميز 22,000. فانت بالنسبة ليك الاقرب والاحسن انك انت تتفرج عليه اللي هو قمر العرب سات. قمر العرب سات زي ما انا قلت لك، قمر العرب سات ده مضمون، وده ان شاء الله اللي هينقل الماتش على القنوات اللي هي اس سي، اللي هي على التردد 12418 افقي. 12418 افقي. معدل الترميز 27500. ده كان كل الترددات اللي هي هتذيع البطولة ان شاء الله. اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة عشان نجيب لكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.